الفيديو ده حلقة مختلفة، والفيديو التاني عن الصلاة. للشباب والبنات اللي ما بيصلوش دلوقتي يا جماعة، احنا ما خلقنا إلا للعبادة، الصلاة وعبادة ربنا. دلوقتي لو واحد دخل امتحان في الدراسة في أي حاجة، لو لا قدر الله ما نجحش في الامتحان هينزل دور تاني. لو ما نجحش في الدور التاني ممكن ايه اللي يحصل؟ ممكن مثلا يعيد سنة. طيب بنفس الواقع وبنفس المشكلة، حوش مشكلة اختبار الحياة واختبار الدراسة، وحط اختبار الدنيا واختبارات ربنا. الحياة دي اختبار وابتلاء. يا ترى لو حد سقط في اختبار الدنيا هيبقى له دور تاني؟ للأسف الشديد لا. لو واحد ورقته اتسحبت من الدنيا هيبقى في فرصة يصلي حتى ركعة أو ركعتين؟ للأسف الشديد لا. طب أنت دلوقتي يا أخويا بصحتك، وأنت يا أختي بصحتك، ليه ما بتصلوش؟ صلوا يا جماعة، صلوا يا شباب، صلوا يا بنات. النهاردة دنيا غدا آخرة، النهاردة دنيا غدا آخرة. والله العظيم الحياة ما مضمونة، والله العظيم الحياة مش مضمونة. للأسف الشديد الحياة عمرها ما كانت مضمونة. فأنا عايز أقول لكم وأنصحكم، مهما كان عندكم ذنوب، يعني مش عايزكم اللي هو تقولوا لا ربنا مش هيغفر، ربنا مش هيغفر ذنوبنا كتير وكده. ربنا يغفر الذنوب جميعا. إن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فما بالك بقى باللي ما كانش بيصلي وهيصلي؟ شوف ربنا هيكرمه قد ايه في حياته. الدنيا دي اختبار، النهاردة دنيا غدا آخرة. النهاردة انت ممكن تمشي في جنازة حد وتكون بتدفن، والله أعلم غدا مين اللي هيتدفن. النهاردة تدفن غدا تدفن. الحياة اختبار. صلي يا أخويا وصلي يا أختي، إلى اللقاء.